14 على اليمين محمد سعد 17 على الشمال أحمد محمد الوجيه 55 في الارتكاز مصطفى راضي 8 حسن حمزة 6 ونور المصطفى غانم 19 وفي خط الهجوم الثنائي عبد القادر طارق 7 وعبد الله حسون بالرقم 16. غيابات عن تشكيلة فريق كربلاء: صلاح حسن بسبب الإصابة وأوس محمد بسبب البطاقة الحمراء في المباراة السابقة. حكم اللقاء السيد حيدر عدوان، 5 مباريات 18 بطاقة صفراء 3 ركلات جزاء. وننتظر بداية أحداث هذه المواجهة التي انتهى ذهابها عند الأسبوع التاسع بفوز نادي كربلاء على نفط البصرة بهدفين مقابل هدف واحد. وبعد هذا الفوز من الأسبوع التاسع صام كربلاء عن الفوز ولم يحقق أي نتيجة إيجابية بالفوز. إذن كربلاء بالزي الأبيض ونفط البصرة بالزي الأحمر. وفي نفس التوقيت الآن تجري مباراة نفط ميسان والكرخ. رمضان كريم وسهرات رمضانية مع دوري نجوم العراق. تقبل الله الطاعات منا ومنكم، ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة مع أحداث دور النجوم، حيث تعقب هاتين المباراتين مباراتان أخرتان: ديالى مع الحدود والقوة الجوية مع النفط عند الساعة 10:30. على بركة الله ننتظر صافرة الحكم حيدر عدوان لتعلن نهاية أحداث شوط المباراة الأول. فريق نفط البصرة على اليمين، كرة ملعوبة وسط الملعب، تذهب الكرة تعود إلى حسين فلاح، تمر للحارس مجتبى محمد، دوري، حسين فلاح، كرار جمعة، طويلة من كرار، مقطوعة من الدفاع، مرت إلى رمية جانبية لمصلحة نادي نفط البصرة. طبعا نفط البصرة قادم من تعادل أمام النفط بدون أهداف ولديه مباراة مؤجلة مع الشرطة. وفريق نادي كربلاء قادم من خسارة أمام الزوراء بهدف واحد. هذه نتيجة الفريقين في مشوارهم في مباريات الجولة 21. طبعا فريق نفط البصرة لعب 20 مباراة، عنده مباراة مؤجلة، فاز في 6، تعادل في 3، خسر في 11 إلى 16 هدفا، وعانقت شباكه 27 كرة بنقاط 21 بالمركز السابع عشر. على الطرف الآخر كربلاء خاض 21 مباراة، فاز في 3، تعادل في 6، خسر في 12 مباراة، له 12 هدفا، عانقت شباكه 29 كرة بنقاط 15 نقطة بالمركز الثامن عشر. عندما تلاحظ الفريقان كلاهما بمركز صعب، كلاهما يبحث عن طوق النجاة، وطوق النجاة لا يأتي إلا بالفوز في كل المباريات القادمة. على أقل تقدير أن تفوز، أن تحصل على نقاط 3 كي تهرب من ذيل الترتيب. كرة إلى عبد العزيز عمار، شتت الكرة عبد العزيز عمار، طويل الكرة ملعوبة بالرأس، تنقطع، محاولة إلى الجانب، كرة عند اللاعب حسين، عبد الله حسون، نور المصطفى، محمد سعد. فريق شبابي يلعب بروحية الشباب. يعني فريق كربلاء الفريق اللي عانى وما زال يعاني، عانى من أمور عديدة، أولها الأمور المالية. فريق في ضائقة مالية كبيرة، وبالتالي العقوبات الدولية بالغرامات وبالإيقاف من التعاقدات. لذلك يعني محافظ كربلاء، هذه الدعوة الكل يدعو ويمني النفس أن يحظى هذا النادي بدعم السيد محافظ كربلاء. النادي بحاجة ماسة إلى الدعم من أجل أن يبقى نادي كربلاء في دور الكبار. عندما يعني المباريات الكبيرة في دور النجوم الآن كنا نسعى أن تشارك كل المحافظات في هذا الدوري، وبالتالي يعني عليك أن تدعم هذا الفريق حتى يبقى في دور الكبار. الآن الضائقة المالية تحتاج دعم كبير من لدن السيد محافظ كربلاء. كرة عادت، مقطوعة إلى خارج الملعب، كرار جمعة أبعتها، محمد سعد،
يتخلص من لاعب، كرة صعبة مقطوعة من إسماعيل أورو، تشتت من كرار، تعود إلى محمد أوتارا، تذهب الكرة لقاسم عبد الزهرة، قاسم عبد الزهرة إلى حسن حمزة، حسن حمزة إلى قاسم عبد الزهرة مرة أخرى، عبد الزهرة إلى عبد العباس أياد، عبد العباس أياد بغياب اللاعب المدافع المتميز صلاح حسن، يتواجد عبد العباس أياد في عمق الدفاع. كرة إلى ركلة مرمى لمصلحة نادي نفط البصرة، نلعب بالدقائق الخمسة الأولى من عمر المواجهة. هذا هو حسين فلاح، دوليتين استدعاه يحيى علوان عام 2015 وقاد المباراة الأولى أمام لبنان والثانية أمام الأردن. وبالمناسبة نفط البصرة الآن يقود سالم نيروز، هذه المباراة الخامسة، 4 مباريات خاض أمام ديالى، فاز بهدف على الحدود، فاز 3-1، خسر من الكرخ وعادل النفط، فاز في 2 خسر في 1 تعادل في 1. الآن الأمور والدلائل تشير أنه البقاء على هذا المدرب المحلي لحين فترة التوقف، قد يكون حديث آخر. صافرة من حكم اللقاء السيد حيدر عدوان. أول مباراة يقودها هذا الحكم للفريقين. الكرة لمحمد سعد، محمد سعد يحاول، محمد سعد يترك الكرة إلى عبد الله حسون، عالية الكرة مرت إلى الجهة البعيدة إلى ركلة مرمى لمصلحة نادي نفط البصرة، ركلة مرمى لمصلحة نادي نفط البصرة. هذا هو محمد سعد اللي أمامنا بالصورة، وهنا الحارس مجتبى محمد، لعب لنوروز لكربلاء سابقا. هنا نور المصطفى اللي زج بيه اليوم بدلا من كريم بن عريف. مجتبى محمد يلعب الكرة طويلة بالراس، ملعوبة من مصطفى عبد الجليل، محاولة اسماعيل أورو، ترتد إلى خطأ لمصلحة نادي نفط البصرة، خطأ لمصلحة نادي نفط البصرة. غدا أيضا ستكون 4 مباريات يوم السبت، يوم الاثنين القاسم مع النجف على ملعب النجف بالاتفاق مع الناديين. هي مباراة القاسم، كرة خرجت إلى ركلة مرمى لمصلحة نادي كربلاء. هذا علي خليل زاخو سيضيف الميناء على ملعبه، والمباراتان تجريان عند 8:30. الزوراء سيضيف الكهرباء على ملعبه عند 10:30، وهناك مباراة مؤجلة هي الرابعة بين أربيل ودوك. كل الأماني، كل التوفيق لدوك بمواجهة نادي الاتفاق السعودي في بطولة الأندية الخليجية في مباراة ذهاب الدور نصف النهائي. القرمة يوم الثلاثاء يضيف نوروز عند الساعة 8:30، والطلبة عند 10:30 يضيف الشرطة في دربي بغداد على ملعب المدينة. هذه مباريات الجولة 22، وعند الشوط الثاني سنذكر الأحبة المشاهدين بمباريات الجولة 23. كل التوفيق لمنتخبنا، لأسود الرافدين، كل الآمال، كل القلوب، كل العيون تنتظر أن نجتاز المباراتين القادمتين أمام فلسطين والكويت. نبدأ مع الكويت ثم يوم 25 مع فلسطين. ركلة مرمى لمصلحة نادي نفط البصرة. فريق نفط البصرة على أرض 10 مباريات خاض، فاز في 5، تعادل في 2، خسر في 3. كرة تعود مرة أخرى، صادق زامل طويلة لمصطفى عبد الجليل، مصطفى عبد الجليل يلعب كرة عرضية خطيرة خطيرة خطيرة، ولكن تبعد بالرأس وتعود مرة أخرى من الجهة البعيدة إلى حسن داخل، ترتد الكرة، كرار جمعة مرة أخرى لمصلحة فريق نفط البصرة، حسين علي، وكرة سهلة للحارس عبد العزيز عمار. كرة مقطوعة وسط الملعب، حسن شتتها وأقرب إلى الحارس عبد العزيز عمار،
هذا هو اسماعيل اورو 6 اهداف هذا الموسم، يليه علي خليل 4 اهداف. كرة وسط الملعب الى حسن حمزة، مصطفى عبودي، تنقطع الكرة، حاول وخطأ لمصلحة نادي كربلاء، خطأ لمصلحة نادي كربلاء. الحكم ينبه جوزيف أونوزا اللاعب النيجيري، ركلة حرة. هذا هو أحمد محمد الوجيه أمامنا بالصورة، اللاعب اليمني، ركلة حرة لمصلحة نادي كربلاء. 10 دقائق من عمر المواجهة، تعادل سلبي ما بين نفط البصرة وكربلاء. أولى المباريات للجولة 22. هذا حسن حمزة على التنفيذ. الأمور المالية تلعب دور كبير بتحفيز اللاعبين، صرف مستحقاتهم، تنطي حافز، تعطي جانب معنوي للاعب أن يؤدي أفضل. كرة إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى. نور المصطفى أمامنا بالصورة، ركلة مرمى لمصلحة نادي نفط البصرة، مجتبى محمد. كرة إلى الجانب، حسين فلاح، كرار جمعة، حسن داخل، حسين، كرار، حسن داخل، صادق زامل، مصطفى، كرة لا حسام، حسن، حسين فلاح من الجهة البعيدة. حسين بدأ يلعب بمركزه الظهير الأيمن، وكرار في العمق. حسن داخل، الوافد من النجف، كرة لا حسام، صادق، تبعد الكرة، تعود إلى عبد العباس أياد، أبعدها عبد العباس، تعود مرة أخرى إلى حسن حمزة. حسن يشتت كرة طويلة، هجمة الآن وبالرأس يبعدها مجتبى محمد من أمام عبد الله حسن. رمية جانبية لمصلحة كربلاء. برافو يا مجتبى، برافو يا مجتبى. مجتبى أبعد الكرة، بالسلامة لصادق زامل. شوف هذه الكرة، خروج حاسم من مجتبى، أبعد الكرة برأسية إلى رمية جانبية. كرة مشتركة مع اللاعب قاسم عبد الزهرة، واحد من لاعبين رديف. نهى الصادق، محمد سعد على التنفيذ. محمد سعد، حسن، محمد، عبد الله حسون، قاسم، عبد العباس اياد. بينية ملعوبة الكرة مرة أخرى. نور المصطفى، تنقطع من أمام نور، تذهب إلى حسام، تعود إلى حسن داخل. صادق، طويلة، توري أبعدها أو أوتار أبعدها، كرة طالت إلى علي خليل وعبد العباس أياد. سوء تفاهم ما بين الحارس والمدافع، أبعدها عبد العباس أياد. تعود الكرة إلى حسن حمزة، حسن يهيئ الكرة إلى الجانب إلى محمد سعد. محمد سعد يمر، محمد سعد يمر، عبد الله، حسن، حسن حمزة، قصيرة ومقطوعة، تعود إلى أونوجا، تذهب الكرة إلى حسام. حسام يلعب الكرة إلى مصطفى عبد الجليل، عالية من مصطفى عبد الجليل، كرة بالرأس خطيرة ومرت إلى خارج الملعب من علي خليل إلى ركلة مرمى لمصلحة نادي كربلاء. فرصة ثمينة تضيع على فريق نفط البصرة برأسية علي خليل اللي سجل 4 أهداف هذا الموسم في شباك الكرخ الجوية نوروز الحدود. كان الموسم الماضي يلعب مع الأمانة، وهذا هو سلام نيروز، وخامس مباراة لهذا المدرب اللي يقود الفريق بعد إبعاد وإقالة الكرواتي أندريا بانديتيش. 8 مدربين أقيلوا بين الإقالة والاستقالة. عبد العزيز عمار، شوف الكرة، شوف الرأسية، كان ممكن أن تكون فرصة هدف على العمود البعيد،
مرت بسلام وأمان على مرمى كربلاء. كرة مقطوعة للخارج، هناك خطأ في منتصف الملعب. بالسلامة نور المصطفى، بالسلامة نور المصطفى، لاعب شاب وافد من نادي الحسين. أندية الدرجة الممتازة أحرجت أندية الدوري نجوم العراق خلال مباريات الكأس. الفريقان ودعا بطولة الكأس. بالسلامة إن شاء الله، بالسلامة إن شاء الله. كربلاء خارج أرضه خاض 10 مباريات، خسر 7، تعادل 2، ولم يحقق إلا فوز وحيد على الحدود بهدف واحد. حسن أحمد في وضع حرج، وهو يقود نادي يعني أموره المادية متعبة جدا، وبالتالي لاعبين يطالبون، الإدارة تطالب بدعم. ومرة أخرى وفي هذا الشهر الكريم، شهر رمضان، شهر الكرم والطاعة والخير، رسالة لمحافظ كربلاء أن يهتم بهذا الفريق. هذا الفريق يمثل محافظة كربلاء، وجوده بالدور الممتاز بدور نجوم العراق مكسب للمحافظة. المحافظات الأخرى الآن تمني النفس أن تكون في دور نجوم العراق، فلذلك حتى لا تفقد هذه المحافظة الكبيرة ناديها بسبب الضائقة المالية. بالسلامة لنور. نور نهض يكمل علاجه خارج الملعب. لاعبين شباب بروحية شباب، بمثابرة، بجدية للفريق. يعني ظروف إدارية مرت على الفريق صعبة، وبالتالي إبعاد مدربين، استخدام مدربين، إبعاد لاعبين، أمور تعاقدية أدت إلى حرمان النادي من التعاقد وإلى غرامات أثرت على وضع النادي ماديا. كرة وسط الملعب، حسن داخل، علي، حسين فلاح، كرار، حسن داخل، تعود الكرة إلى حسام، ماكينة لا تهدأ في الوسط على الأطراف إلى الخلف إلى حسين فلاح من الجهة البعيدة. حسين يحاول يمر الآن، حسين يحاول يمر، حسين إلى وسط الملعب إلى حسام، هذا اللي كنت أتكلم عنه، إلى الوسط إلى الشمال ويسدد، وكرة خطيرة وإلى ركنية، كرة خطيرة وإلى ركنية لمصلحة نادي نفط البصرة. مرت على صادق سامي اللي دخل. شوف إمكانية اللاعب الخبرة. شوف حسام هيأ كرة من جهة اليسار، انتقل للنص، انتقل للشمال، هيأ كرة إلى زميله وكانت تشكل خطورة على مرمى الكرة. ركنية الآن، عالية الكرة بالراس وإلى عبد العزيز مرتين. يخطر كربلاء، يخطر نفط البصرة مرمى كربلاء، وما زال كربلاء بدون خطورة تذكر على مرمى نادي نفط البصرة. ما زال نادي كربلاء بدون خطورة تذكر. كرة مرت، عبد الله حسون، محمد سعيد أو محمد سعد يحاول عرضية ملعوبة بالرأس مقطوعة من توري، تعود من جديد الكرة إلى أونوجا يعيد الكرة إلى صادق يعيد الكرة إلى مصطفى عبد الجليل يشتت كرة طويلة، ملعوبة الكرة طويلة ومقطوعة الكرة من قاسم عبد الزهرة، لا على التعيين، ترتد إلى نور المصطفى، مرة أخرى يتعرض إلى عرقلة وكرة ملعوبة من مصطفى راضي سهلة إلى حارس المرمى مجتبى محمد. هذا هو عبد القادر طارق عزيز، سجل في شباك الميناء الكرخ ديالة نفط البصرة، لاعب مثابر مهاجم. في كل مباراة أعلقها لهذا اللاعب أذكر المشاهد بالهدفين السريعين في الموسمين الأخيرين لهذا اللاعب. إذن بطاقة صفراء لمن؟ هل هي لأونوجا؟ أونوجا عنده العديد من البطاقات،
عنده مع الكهرباء، مع كربلاء، مع الزوراء، مع النجف، طرد أمام النجف، أمام ديالى، أمام نوروز غاب. وهذه بطاقة أخرى لأونوجا. أونوجا عنده 5 بطاقات مع طرد. إذن بطاقة صفراء لأونوجا، أول بطاقة صفراء في ملعب المباراة. كرة حسن، طبعا فريق نادي نفط البصرة عنده 53 بطاقة صفراء وبطاقتين حمراء. على الطرف الآخر كربلاء عنده 42 بطاقة صفراء و4 حمراء. بالسلامة لحسام مالك، مثل ميناء، الجوية، نفط البصرة، 3 مراحل، هذه المرحلة الرابعة. أو المحطة الرابعة إلى مع فريق نفط البصرة. حسن مصطفى عبد الجليل أو حسام صادق، كرة إلى أونوجا، حسين فلاح، عرضية عالية بالرأس مقطوعة من عبد العباس اياد، تعود إلى أونوجا، ترتد الكرة من حسن حمزة. مصطفى حسن يلعب الكرة إلى محمد سعد. 20 دقيقة بالتمام، تعادل سلبي قائم ما بين كربلاء ومضيف نفط البصرة. كرة ترتد إلى حسام يلعبها إلى أورو يحاول، يا سلام يا أورو يلعبها ومرت إلى علي خليل من الجهة البعيدة. علي خليل يبحث عن إسناد، يبحث عن زميل، عادت إلى حسن داخل، تعود الكرة من جديد. مصطفى أونوجا، حسام، كرة إلى صادق زامل، حسام، عبد العباس اياد، مصطفى راضي يمر، يا سلام يا مصطفى، يمر سريع، حلوه ملعوبه عبد الله حسون، وتوري يبعد الكره الى رميه جانبيه. رميه جانبيه لمصلحه نادي كربلاء. محمد سعد على التنفيذ، والكرخ يتقدم على حساب نفط ميسان بأول الأهداف عن طريق بنيامين أوكو. كرة برز، حارس المرمى مجتبى محمد، حسين فلاح، حسن داخل، مفتاح اللعب حسن داخل، حسين، أورو، كرار، أونوجا، أورو، علما بالخطأ، طالت مقطوعة، محمد سعد، عبد الله حسون. شوف دائما الكثافة العددية للاعبي نادي كربلاء معدومة في ملعب فريق نادي نفط البصرة. عندما تكون هجمة تلقى لاعب واحد واللاعبي الوسط متراجعين، ارتدادهم ضعيف بطيء. كرة مرت إلى خارج الملعب، لا رمية جانبية لمصلحة نادي كربلاء. منتصف شوط المباراة الأول بالتمام، والتعادل السلبي يلقي بظلاله على هذا الشوط ما بين نفط البصرة وكربلاء. عبد العزيز عمار، محمد أوتارا، حسن حمزة، أوتارا، طويلة من أوتارا، خطأ لمصلحة نادي كربلاء، خطأ ضد كرار جعفر. بالسلامة لي عبد القادر طارق عزيز. وين أيامك الله يرحمك يا طارق عزيز، وين الرأسيات الجميلة اللي تنفذها.
ركلة حرة الآن. حسن حمزة، مصطفى، أونوجا، حسام، صادق، حسام مرة أخرى، طويلة لا على التعيين، أقرب إلى حارس المرمى عبد العزيز عمار. تمر الكرة من جديد، قاسم عبد الزهرة، طويلة الكرة تترك لمجتبى محمد حارس المرمى. حسين فلاح، من جديد الكرة لا كرار. حسن داخل. الآن بقياسات الوقت اللي مضى 25 دقيقة، نفط البصرة أكثر استحواذ، أكثر انتشار، ولكن يعني لم يخطر المرمى إلا بكرتين، استحواذ بدون نتيجة، عكس فريق كربلاء يعني لم يشكل أي خطورة تذكر خلال 25 دقيقة على مرمى نفط البصرة. معدوم في الثلث الأخير فعالية نادي كربلاء، وسط الملعب مسيطر عليه فريق نفط البصرة. بالسلامة الآن هناك إصابة لاثنين من اللاعبين، ونور المصطفى يتحدث مع حيدر عدوان. نهض صادق زامل، بالسلامة لصادق، دخول قوي على نور المصطفى. شوف الكرة، اثنينهم على الكرة. بالسلامة إن شاء الله. حكم يطلب دخول معالج. بالسلامة القاسم عبد الزهرة، واحد من لاعبين الشباب من الرديف اللي استخدمه المدرب القدير الشاطر حسن أحمد. ما زلنا ننتظر أن ينهض قاسم عبد الزهرة. فريق كربلاء قادوه الموسم الماضي كاسب سلطان، حيدر عبودي، حسام فوزي. اللقاء القادم سيكون أمام الشرطة بعد آخر فوز على البصرة في الأسبوع التاسع. تعادل في مباراتين وخسر في 10 مباريات. في 12 مباراة لم يذق طعم الفوز، سجل 3 ولم يسجل في 9، وطرقت شباكه 14 مرة. بينما فريق نادي نفط البصرة سجل في 11 مباراة وعجز عن التسجيل في 9، شباكة نظيفة بقيت في 6 مباريات. أفضل فوز حققه 2-0 على نوروز، لم يفز بأكثر من هدفين. بالسلامة لقاسم في الكأس. كربلاء هزم الصناعات وعاد البيشمركة واجتاز ب4-2. كرة عادت، كرة خطيرة. حسن راية وصفارة وتسلل. إذن كربلاء ودع على يد البيشمركة، ونفط البصرة ودع على يد نوروز بعد الخسارة في الدور الثاني 0-1 بعد أن اجتاز الكاظمية في الدور الأول 2-0. كرة إلى توري حميد. مصطفى عبد الجليل، مرت إلى حسام. حسن داخل، طويلة الكرة إلى الجانب. علي خليل، علي المن، تنقطع الكرة من حسن، تذهب الكرة من جديد. عبد القادر يهيئها إلى مصطفى راضي. عبد القادر شوف، واحد بين 7 من اللاعب. محمد سعد، محمد مرة أخرى. المن، وخطرة، هذه خطرة تسديدة. لا، ضاعت فرصة على أحمد محمد الوجه، ضاعت فرصة
على أحمد محمد الوجيه، كان بإمكانه أن يستغل الفرصة بشكل أفضل ويلعب كرة على طبق من ذهب. شوف، خالي من الرقابة الظهير، وتهيأت للكرة، خالي من الرقابة، لعبها كان المفروض يلعبها بشكل أفضل. وهذه الكرة في وضع تسلل، وكانت كان قرار الحكم صائب وسليم. ركلة مرمى، أول تهديد مباشر لكربلاء على مرمى نادي نفط البصرة، وتضيع معاه فرصة ثمينة للتسجيل. نصف ساعة بالتمام، راح ندخل الدقيقة 30، 29 دقيقة وراح ندخل الدقيقة 30، والتعادل ما زال قائم ما بين الفريقين. كرة تعود من عبد العباس اياد، تذهب الكرة إلى حسن حمزة، طويلة الكرة، تعود من كرار إلى حارس المرمى مجتبى محمد. مجتبى يلعب الكرة بالرأس، تعود من صادق زامل، أقرب إلى قاسم، إلى محمد سعد. محمد سعد وسط الملعب إلى حسن حمزة، تذهب إلى بالخطأ علي خليل، علي لا اسماعيل أورو، اسماعيل يلعبها، وكرة خطيرة حسام، وترتد الكرة من جديد، ومرة أخرى حسام، عادت الكرة وحسن داخل، ترتد الكرة من جديد. كان أكو راية من زمان، كان أكو راية من أول كرة حولها إسماعيل أورو، راية متأخرة، لكن هذا التعديلات الجديدة انتظر الحالة، ولكن كانت هناك حالة تسلل واضحة من أول لحظة. شوف 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 شوف، مع هذه التحويلة كان حسام مالك في وضع تسلل. ركلة حرة غير مباشرة لكربلاء، نصف ساعة بالتمام، ربع ساعة تفصلنا على نهاية أحداث شوط المباراة الأول. عبد العزيز عمار بالرأس مقطوعة، حسين فلاح، رمية جانبية لكربلاء، حسن حمزة، عبد العباس أو اللاعب قاسم، محمد سعد، قاسم، حسن، عبد العباس هياد، محمد أوتارا، طويل الكرة، محاولة من جديد، تنقطع علي خليل أو أونوجا، حسام، علي خليل، مصطفى عبد الجليل، مصطفى، صادق أو حسام، أونوجا، أورو يسدد برا الملعب إلى ركلة مرمى لمصلحة نادي كربلاء، برا الملعب لمصلحة نادي كربلاء. شوفوا بالإعادة، كرة تعلو العارضة إلى ركلة مرمى لمصلحة نادي كربلاء، أخطر اللاعبين في تشكيلة نفط البصرة. عبد العزيز عمار، هذا علي خليل أمامنا، بالرأس من كرار، مصطفى راضي، عبد العباس اياد، محمد سعد، محمد حاول يمر، خطأ لمصلحة كربلاء، عرقلة من قبل صادق زامل، ركلة حرة لمصلحة نادي كربلاء، على التنفيذ حسن حمزة، واكرة رأسية خطيرة، الله، يا على هالكرة الجميلة، كادت أن تعانق الشباك، مرت بسلام وأمان إلى ركنية. شوف الرأسية وكرار جعفر، وبالتالي مرت بمحاذاة القائم، كادت أن تكون أولى الإصابات بنيران صديقة، مرت بسلام وأمان على مرمى نفط البصرة. ركنية الآن، ركنية لمصلحة نادي
كربلاء تبعد الكرة عالية من جديد بالرأس، مقطوعة، شتت من صادق، خطأ. حكم المباراة السيد حيدر عدوان يشير إلى وجود خطأ. هذه المباراة رقم 18 اللي يضيفها هذا الملعب. 17 مباراة استضافها الملعب، حالات التسلل 1-1. هذه المباراة رقم 18 اللي يضيفها ملعب الفيحاء. كرة وسط الملعب، حسام، خطأ لمصلحة نفط البصرة. عقل، خبرة هذا اللاعب، ماكينة لا تهدأ، دائما أقول عليه ماكينة لا يهدأ، تجده في كل مكان، صانع لعب رائع. كرة لمصطفى راضي، مصطفى راضي، حسن، حلوة بينية ولكن أقرب إلى حارس المرمى من نور المصطفى. تلعب إلى حسين فلاح، حسن داخل. 10 دقائق تفصلنا على نهاية أحداث شوط المباراة الأول. أورو، علي خليل، علي حسين فلاح، حسن داخل، حسام يسدد، ترتد من الدفاع، حسن حمزة، نور المصطفى، حلوة إلى محمد سعد، نور المصطفى مرة أخرى وإلى خارج ملعب رمية جانبية لمصلحة نادي. كرة تنقطع من أمام عبد الله حسون إلى رمية جانبية لمصلحة نفط البصر. هذا هو مصطفى عبد الجليل، هدف في شباك الطلبة الموسم الماضي. برافو مصطفى، يبعد الكرة مرة أخرى إلى رمية جانبية لكربلاء. محمد سعد على التنفيذ، وحسن حمزة سهلة إلى حارس المرمى مجتبى محمد. مجتبى يبعد الكرة، هناك تصادم ما بين اللاعبين. عبد القادر بالسلامة إن شاء الله، وعلى ما يبدو توري حميد جونيور اللاعب الإيفواري. شوف الكرة، كرار جعفر، كرار وعبد القادر طارق. رمية جانبية لمصلحة نفط البصرة وبطاقة صفراء علما إلى عبد القادر طارق، بطاقة صفراء إلى عبد القادر طارق. عبد القادر طارق والبطاقة الصفراء. عبد القادر حرم بعد نال 5 بطاقات صفراء أمام الميناء ديال كهرباء طلب النفط. الآن عنده بطاقة مع الزوراء، وهذه البطاقة الثانية بعد ال5، هذه السابعة إلى هذا الموسم، 7 بطاقة إلى هذا الموسم، والثانية في المباراة. بالسلامة لكرار حكم المباراة، احتسب خطأ وإنذار لعبد القادر طارق، والبطاقة الثانية في ملعب المباراة بعد البطاقة الأولى لأونوجا. 1-1 متعادلين بكل شيء. رمية جانبية لمصلحة نفط البصرة، عبد القادر طارق والبطاقة الصفراء السابعة إلى هذا الموسم، والثانية في هذه المباراة، والثالثة والأربعين لفريق كربلاء. كرة مرت، حسن داخل، حسين فلاح من الجهة البعيدة، حسين فلاح، حسن داخل، توري، صادق زامل، سريعة إلى مصطفى عبد الجليل أقرب إلى حارس المرمى، يتركها إلى ركلة مرمى عبد العزيز عمار.
ركلة مرمى لمصلحة نادي نفط نادي كربلاء. هذا مصطفى عبد الجليل، عبد العزيز عمار، كرة مرت إلى عبد العباس اياد، حسن حمزة، محمد سعد، محمد سعد حلوة لعبد الله حسون، عبد الله يحاول، عبد الله يا سلام يا عبد الله، كرة خطيرة 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 ترتد من الدفاع ومرة أخرى تبعد من صادق زامل، عادت إلى علي خليل، هجمة عكسية مرتدة إلى أورو يحاول، حسام، قلت خطورتها الآن، قلت خطورتها، المرتدة يجب أن تكون بأسرع ما يمكن بأقل عدد من اللمسات. ارتدت إلى حسام مالك، حسام يلعب الكرة إلى الجانب، أورو أقرب، مرت للوسط وخطأ، وبطاقة صفراء لإسماعيل أورو، بطاقة صفراء لإسماعيل أورو هي الثالثة في ملعب المباراة. ثالث بطاقة صفراء وإسماعيل أورو، هذه البطاقة الرابعة إلى هذا الموسم بعد نفط ميسان والنفط والنجف، رابع بطاقة لهذا اللاعب. ركلة حرة لمصلحة كربلاء، 5 دقائق تفصلنا على نهاية أحداث شوط المباراة الأول، تعادل سلبي ما زال قائم ما بين الفريقين. طويلة الكرة، سيم فلاح، أوتارا، حسن حمزة، محمد سعد، محمد، تعود الكرة من جديد، قاسم، حسن، محمد سعد، قاسم عبد الزهرة، عالية الكرة بالراس من مصطفى عبد الجليل، حسن داخل، ترتد الكرة من نور المصطفى، تعود إلى نور مرة أخرى، تذهب إلى عبد الله حسون، يشتتها مصطفى عبد الجليل، تعود إلى حسن حمزة، يغير اللعب إلى الجهة البعيدة لأحمد الوجيه، يلعبها بالراس، عادت لعبد القادر، وعبد القادر يلعب الكرة برا الملعب سريعة إلى ركلة مرمى لنفط البصرة. ركلة مرمى لمصلحة نفط البصرة. التعادل يتواصل يا من تتابع وتشاهد قنوات شبكة الإعلام العراقي ما بين نفط البصرة وكربلاء في أولى مباريات الجولة 22 لدوري نجوم العراق في نسخته الثانية. عالية، علي خليل، خطأ لمصلحة كربلاء. هذا سلام نوروز، ركلة حرة لمصلحة كربلاء. نور، قاسم، عبد القادر بالخطأ، حسن داخل، أورو، حسن من جديد، طالت على حسن، تنقطع مرة أخرى، لا أورو يحاول، إسماعيل أورو يسدد من بعيد برا الملعب إلى ركلة ركنية على ما يبدو، ركنية تطمت من المدافع، ركنية لمصلحة نفط البصرة. قائد نادي كربلاء عبد العزيز عمار، تطمت بأوتارا، ركنية الآن، حسن داخل على التنفيذ، أو حسام مالك على التنفيذ، حكم يفضل اشتباك داخل منطقة الجزاء. يورهان عالية ترتد الكرة، مصطفى راضي، عادت عبد القادر، عبد الله حسون، مصطفى راضي، مصطفى، محمد سعد، مصطفى، طالت إلى حسن حمزة، عبد القادر، مصطفى راضي، مصطفى يمر،
مصطفى ترتد كرة إلى نور المصطفى، ترتد الكرة من جديد مقطوعة إلى أونوجا، يلعبها إلى حسام يتخلص من لاعب، وهناك سحب حركة فاول، ركلة حرة لمصلحة نفط البصرة. الحكم يقول له ما أريد كذا، أنا صاحب القرار، أنا أنذر، أنا أنطي خطأ، أنا سيد الملعب. ركلة حرة لمصلحة نفط البصرة. ستة مقابل 1 الأخطاء. الحكم يمنح ركلة حرة لنفط البصرة. حسن داخل، كرار، توري، مجتبى محمد، محمد سعد بالخطأ، صادق زامل، مصطفى عبد الجليل، صادق من جديد، صادق حاول يمر الآن، يهيئ كرة لعلي خليل من الجهة البعيدة، علي ما سيطر عليها بشكل سليم، مرة أخرى يسيطر عليها، يبحث عن زميل، يبحث عن إسناد، يحاول يمر ولكن مقطوعة، وبالتالي يحصل على ركلة. كان يمن النفس بالحصول على ركنية، وبالتالي المساعد الثاني اللي هو سيد حسين وائل يشير إلى ركلة مرمى لفريق كربلاء. ركلة مرمى لكربلاء. انتهت 45 دقيقة، راح نلعب بالوقت المحتسب بدل ضايع. ركلة مرمى الشاق وأنصار نفط البصرة. دقيقتان وقت محتسب بدل ضايع. عبد العزيز عمار، كرة عالية مقطوعة من أوروجا إلى رمية جانبية، لا أقرب إلى مصطفى، شتتها إلى خارج الملعب، رمية جانبية لمصلحة كربلاء. رمية جانبية لكربلاء. محمد سعد، حسن حمزة، كرة طالت إلى رمية جانبية لمصلحة نفط البصرة. دخلنا الدقيقة الثانية والأخيرة من الوقت المحتسب بدل ضايع. مصطفى عبد الجليل، تعادل سلبي قائم. بالرأس من صادق زامل، حسام، أونوجا سدد من بعيد، كرة طايشة برا الملعب إلى ركلة مرمى لكربلاء. كرة وصافرة حكم المباراة السيد حيدر عدوان تعلن نهاية أحداث شوط المباراة الأول اللي جمع نفط البصرة وضيف نادي كربلاء، واللي انتهى بتعادل سلبي. نتمنى أن يرتقي مستوى الأداء في شوط المباراة الثاني إلى مستوى أفضل حتى يتجدد اللقاء معكم وأحداث شوط المباراة الثاني. نذهب لاستراحة قصيرة.
لأندرسون بوليغر يحاول يلعب كرة وصلت إلى أحمد صلاح. البديل قد يفعلها، البديل قد يسدد، وحسن يعوض. الله، ردا سريعا علي وعلى من شكك. حسن يسجل، حسن خالد يضعها في الشباك، حسن يضعها في المرمى لينثر الأفراح في دكة الكناري على أرض الكناري في المدرج الأصفر. اللون الأصفر هنا يشع على الميدان أيضا، ويسجلون هدف الانتصار، هدف التفوق بالضربة القاضية. هياها أحمد صلاح، سددها حسن، وهنا يسجلون، هنا يحصدون الانتصار. عاد الكرخ، عاد الكناري في اللحظات الأخيرة. هنا الكرة التي لعبت، مجهود كبير من البرازيلي بالكرة، هيت من أحمد صلاح بوجه القدم إلى المرمى، بوجه القدم إلى الشباك، وفي مكان صعب على مجتبى يضعها بقوة. حسن يسجل، حسن خالد هدف الانتصار، هدف إنهاء المهمة هنا في الملعب، مع أفراح في الدكة لفريق مضغوط. هذا شنيشل يأتي خلفا للمدرب ولي كريم. كرة خطيرة، أوه الله، ميمي مهند علي، مهند علي، جول للشرطة، هدف للشرطة. الله على جمال الهدف، الله على جمال الهدف. ميمي يسجل هدف جميل، ميمي يسجل من خلال هذه المباراة، وبالتالي الله 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 على التسديدة، الله على الكرة. هذا اللي نقول عنه ما يخطأ، هذا اللي نقول عنه انه عندما تأتي الفرصة وتكون الفرصة متاحة، هي الآن متاحة. يحاول على الطرف الأيمن، عرضية عالية خطيرة. الله الله يا مواس، الله يا مواس، الله على محمود. جول ثاني، هدف ثاني للشرطة. سجل العقيد، سجل العقيد، وبالتالي هدف ثاني للشرطة. الآن هدف ثاني للقيثارة، وافرحي يا جماهير القيثارة بالهدف الثاني. شوف الإعادة، الكرة والاستلام الجميل، بعد ذلك الكرة لعبها محمود المواس لمحمد داود، ومحمد داود أرسل الكرة وعلى الطائر. هوبا يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، 5 أهدافك هذا الموسم يا محمود المواس. المواس بطريقة ممتازة بباطن القدم اليمنى على الطائر، يقول لك هاني ما انتظر فيها. هناك امام محمد وحيدر عبد الرحيم، ممكن ان يعدي بهذه الكره، ممكن ان يسجل. هذا حيدر عبد الرحيم ولا جحيم؟ لا 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 لا، هذا جحيم. يسجل الهدف الاول بطريقه رائعه. هو عارف طريق الشباك، لعب أكثر من 3 مواسم بهذا الملعب، لعب لنفط البصرة هنا كثيرا. نعم، وعارف جيدا طريق الشباك. حيدر عبد الرحيم، الله الله من حيدر عبد الرحيم، شاهد المرور من سيف رشيد، أعطاه كرة على طبق من ذهب، وحيدر عبد الرحيم، الله يا حيدر عبد الرحيم، هدف عظيم والعظمة لله يا حيدر عبد الرحيم بهذه الطريقة الجميلة. نعم، بتسديدة رائعة أسكنها شباك صقور الجبال ليعلن عن أول أهداف المباراة. حيدر عبد الرحيم يسجل الهدف الأول الماضية، والكرة ملعوبة الآن، الارتقاء والإبعاد من كرار فالح بوسط الملعب طويلة.
للأمام. الحارث إذا عدى فعل شيء، الحارث مر، الحارث عدى وممكن أن يكون بالثاني. الله، لا يا الحارث، لا لا يا الحارث، لا. كيف مر بها وكيف عدى وسجل بطريقة لا تصدق. هذا مجنون، هذا موهوب، هذا روعة، هذا محبوب. هذا الحارث حاتم يسجل الهدف الثاني بانفراد وطريقة رائعة وجميلة تدرس يا الحارث حاتم. سيتذكرونها أجيال نادي القاسم بهذا المرور الجميل، بهذا العبور الجميل. مر من الجميع وعد الحارث حاتم. ذكرتها باللحظات الأولى. هذا اللاعب إذا كان في يومه وإذا تحرك، نعم تحركت جميع الأمور الفنية لنادي القاسم. مر من الجميع وجعل الجميع يركضون خلفه. نعم 3 مدافعين خلف الحارث ووضعها في الزاوية البعيدة. الله يا الحارث حاتم. 2 لنادي القاسم، 2 لنادي القاسم. هدفين دون رد من قائد الكتيبة، من قائد الفريق. ويأتي الهدف الثاني في المباراة. 2 لنادي القاسم. لا هدف يقلص نتيجة المباراة فأكيد ستنجح. هنا بهذه المحاولة الهضوة هنا. نعم صافرة حكم المباراة وركلة جزاء. ركلة جزاء تحتسب صافرة حكم المباراة بعد دخول اللاعب هذا ذو الفقار يونس عابد علي. بهذه المحاولة تحصل على جزاء عند دخول اللاعب ذو الفقار يونس عابد علي. هذا نجل هداف الدوري وأيضا واحد من الأسماء الكبيرة لاعبي منتخباتنا الوطنية ونجم نادي الشرطة كابتن يونس عابد علي. المدرب بيتر جورجيس، بيتر جورجيس. جول من بيتر جورجيس يقلص نتيجة المباراة. نعم عادت هوك من جديد، عادت الصقور لتحلق هنا بملعب المباراة. وبيتر جورجيس يقلص نتيجة المباراة لتصبح 2-1 بهذا الهدف، هدف تقليص الفارق. وضعها في مكان الحارس بيتر جورجيس ليعلن عن الهدف الأول لنادي تهوك من علامة الجزاء. 2-1. إذن أصبحوا يبحثون الآن عن هدف تعادل بعد أن قلصوا نتيجة المباراة. أصبحت بهدفين مقابل هدف. المحاولة تصل والكرة يعود فيها علي محسن. علي يأخذ المساحات ويستعرض المهارة. التقدم يأتي الآن، الفرصة إلى كاظم رعد. الله، جول أول للزعيم، هدفنا أول للنوارس وتبدأ بدرسها الأول في الفصل الثاني لتسجل الهدف الأول عن طريق كاظم رعد زعيم البلاد كبير القوم. يظهر الآن، يعلن التقدم الآن، والمدرج الأبيض يعج في الأفراح. هذه كرة تنقل والمحاولة وصلت، نقلت من العلو إلى كاظم رعد. هي تريد الزوراء، غيرت اتجاهها، ذهبت إلى المرمى بفعل بن عثمان. لاحظ كرة تلعب من كاظم اتجاه إبراهيم، وبن عثمان بدل الإبعاد يضعها في مرمى هاني شاكر. والتقدم يأتي الآن، التقدم يحضر لصالح فريق الزوراء. وثالث أهداف كاظم رعد إذا ما احتسب لكاظم رعد، والهدف يأتي والفرحة تأتي. يلعب كرة عالية واصل الآن في منطقة الجزاء، لكن محاولات تستمر. المعارض الأحمر على موعد الرد،
الرياض، من يستطيع الكتابة، من يستطيع القول، رد جنوني ونوروز لا يخسر في الجولة العشرين. الرحلة صعبة والبارد الأحمر لا يكف عن التألق في دوري نجوم العراق. لاحظ كرة طويلة لعبت الآن وصلت من هذا الجانب، هذه محاولة أولى، أسو لم يشترك وكان متسللا. الثانية وهنالك بياتينج يكسر الأوفسايد والسلام، تفكير وهز للشباك. أسو رسم التسعة يحضر ليسجل هدف التعادل، ليسجل هدف العودة رغم النقص، إلا إن كتيبة قحطان. واليوم ترى علاء عبد الزهرة هنا مع العريق الميناء، هو ينفذ ركلة الجزاء. علاء عبد الزهرة يتقدم، جول علاء عبد الزهرة. الخبرة يا علاء، بالخبرة والذكاء يسجل أول أهداف المباراة. علاء عبد الزهرة والهدف الأول لنادي الميناء. للسفالة للموج الأزرق يعودون هنا من خلال مباراة الحدود، يتخطون جميع الحدود، داءوا من البصرة لكي يسجلون أول أهداف المباراة عن طريق اللاعب علاء عبد الزهرة. يسجل الهدف الأول من علامة الجزاء. الفريق الذي يطمح من أجل أن يعود بالتعادل وبتصويب من مكان بعيد، جول بهدف. نعم، روعة 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 روعة، بكرة لا تصد، مباغتة من مكان بعيد، سدد بقوة محمد فاروق. نعم، يسجل هدف التعادل بأي كرة وبأي تسديدة وبأي صاروخ يسجل. شاهد من هذا المكان، الله 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 يا محمد فاروق، ماذا فعلت؟ جعلها في الزاوية البعيدة، قاتلة وبمكان قاتل. بهذه الطريقة سجل هدف التعادل لنادي الحدود. هل ينجحون من خلال الكرات الثابتة وباللحظات الأخيرة ملعوبة الكرة بالراس؟ الله، من أنت يا علاء وماذا فعلت يا علاء؟ الله 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 الله، من جديد يا علاء تضع الميناء في المقدمة بالدقائق وباللحظات القاتلة من أحداث الشوط الأول. فعلها الخبرة، فعلها علاء عبد الزهرة. حلوة 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 بالراس لو بالحرة، حطاها عبد الزهرة. بص نفط ميسان والكرخ ايضا انتهى الشوط الاول بتعادل بهدف واحد. نفط البصره بالزي الاحمر والازرق على يسار الشاشه ونادي كربلاء بالزي الابيض على يمين الشاشه. انطلقت احداث شوط المباراه الثاني، وهذا تذكير لمن فات معنا بمتابعه احداث شوط المباراه الاول، المباراه اللي ضيفها ملعب الفيحاء ويقودها طاقم تحكيم بقياده حيدر عدواني، ساعده كرار، عبد الكريم حسين وائل ومهند مناف حكم رابع، على سلام وليد عبد في غرفة الفار، مقيما للحكام أحمد عبد الحسين، مشرفا للمباراة عباس سعدون. وتشكيلة فريق نفط البصرة مؤلفة من مجتبى محمد برقم 21 في حراسة المرمى، على اليمين حسين فلاح، برقم 15 كرار جمعة 30، توري 18، مصطفى عبد الجليل 33، جوزيف أونوجا 24، حسن داخل 34، صادق زامل 25، علي خليل 88، حسام مالك 10، واسماعيل أورو بالرقم 28. أما تشكيلة العميد كربلاء عبد العزيز عمار بحراسة المرمى بالرقم 1، أحمد محمد الوجيه على اليسار 55، محمد سعد على اليمين 17، قاسم عبد الزهر 14، عبد العباس سياد 71، محمد أوتارة 82، وسط الملعب الثلاثي حسن حمزة 6، مصطفى راضي 8، ونور المصطفى 19، وعبد القادر طارق 7، وعبد الله حسون برقم 66. غيابات عن فريق نادي كربلاء، وصلاح حسن بسبب الإصابة، وأوس محمد بسبب البطاقة الحمراء في المباراة السابقة.
مجتبى محمد، شوط تسيد فيه فريق نادي نفط البصرة منتصف الملعب، أضاع فرصتين مقابل فرصة واحدة ضاعت لكربلاء. نأمل نتمنى في شوط المباراة الثاني أن يرتقي أداء الفريقين إلى مستوى أفضل. كرة ملعوبة الآن لمصلحة نادي نفط البصرة، تمر الكرة إلى الجانب، عرضية من صادق، طالت الكرة بالرأس من أوتارا إلى ركنية لمصلحة نادي نفط البصرة، ركنية لمصلحة نفط البصرة. حسام مالك على التنفيذ، حسام على التنفيذ، ركنيا لصالح نادي نفط البصرة. عالية الكرة تلعب بالراس وسهلة لحارس المرمى عبد العزيز عمار. عبد العزيز عمار يلعب الكرة للجانب، أحمد محمد الوجيه، طويلة الكرة تلعب، محاولة عبد الله حسون، ضاغط مصطفى عبد الجليل إلى ركنية، الحكم احتسبها خطأ ضد عبد الله حسون، ركلة حرة لمصلحة نادي نفط البصرة. الحكم مثل ما ذكرت في شوط المباراة الأول قاد 5 مباريات، ديال الكهرباء، الميناء، الكرخ، القرمة، نفط ميسان، الطلبة، أربيل، والقاسم وإدهوك. أول مباراة للفريقين وأكثر عدد من البطاقات أشارت في مباراة ديالى وكهرباء 5، والأقل في مباراة القاسم بطاقة واحدة، أشهر 18 بطاقة ومنح 3 ركلات جزاء. نهض مصطفى، ركلة حرة الآن على التنفيذ مجتبى محمد، عالية الكرة بالمنتصف، أوتارا، حسام، مصطفى عبد الجليل، صادق زابل، مصطفى عبد الجليل مرة أخرى، عرضية وبالراس سهلة إلى عبد العزيز عمار القائد. تلعب الكرة سريعة لأحمد محمد الوجيه، أحمد الوجيه، عبد القادر، مصطفى راضي، قصيرة تنقطع، الوجيه، أونوجا، حسين فلاح، طويلة من حسين، أورو، عادت إلى حسام، إلى أورو، بينه وبين قاسم عبد الزهرة، أورو يحاول يمر الآن داخل منطقة الزراعة، يلعبها عبد العباس ياد يقطعها، تشتت الكرة، تذهب الكرة مرة أخرى وسط الملعب، مصطفى راضي، مصطفى راضي، مصطفى، عبد القادر، حسن حمزة، محمد سعد من الجهة البعيدة، محمد، نور المصطفى، بينية تنقطع، أونوجا، حسام مالك، حسام. أذكر آخر فوز حققه كربلاء على نفط البصرة في الجولة التاسعة في الأسبوع التاسع، ومنذ الأسبوع التاسع حتى هذا الدور لم يحقق كربلاء فوز، تعادل في 2 وخسر في 10. مثل ما ذكرت فريق يعاني من أمور عديدة، يأمل ويتمنى كل أعضاء الإدارة تجاوزها، وبالتالي الأخذ بيد الفريق للهروب من موقع غير مناسب للفريق، موقع الخطر، وكلا الفريقين لا يريد أن يفقد نقاط هذه المباراة، لأن فقدان النقاط في كل جولة يشكل عامل سلبي عليه. كرة مقطوعة مرة أخرى، توري، حسام، أورو، إسماعيل أورو، إسماعيل، وخطأ لمصلحة نفط البصرة، خطأ لمصلحة نادي نفط البصرة. 6 دقائق، دخلنا الدقيقة 7 من عمر شوط المباراة الثاني، والتعادل ما زال يتواصل بدون أهداف في لقاء كربلاء ومضيفة نفط البصرة. خطأ ضد قاسم
عبد الزهرة، وركلة حرة الآن لمصلحة نفط البصرة من مكان أخطر من الزاوية، من مكان أخطر من الزاوية. تلعب الكرة بالرأس من كرار برا الملعب إلى ركلة مرمى لمصلحة نادي كربلاء. برا الملعب لمصلحة نادي كربلاء. أذكر الأحبة المشاهدين في نفس الوقت الآن تجري عبر القناة العراقية الرياضية مباراة نفط ميسان والكرخ. بعد هذه المباراة ومباراة نفط ميسان والكرخ مباراة ديالى مع الحدود عند 10:30، والقوة الجوية يضيف النفط في ملعب الشعب في نفس التوقيت. غدا القاسم يضيف النجف في ملعب النجف، باعتبار اتفاق ما بين الناديين. هي المباراة كانت يجب أن تجري على الفيحاء لكن نقلت لملعب النجف. زاقو يضيف على ملعبه الميناء. الزوراء على ملعبه عند 10:30 يضيف الكهرباء. وأربيل مع دهوك مؤجلة مرة أخرى من جديد. كل القلوب والأماني بأن يتأهل ويجتاز الاتفاق السعودي في ذهاب الدور نصف نهائي لبطولة الأندية الخليجية نادي دهوك. الثلاثاء القرمة عند 8:30 سيواجه نوروز، والطلبة عند 10:30 سيواجه الشرطة في درب بغداد في ملعب المدينة. كرة اللعب أحمد الوجيه. طبعا الجولة الثالثة والعشرين ستبدأ يوم الجمعة وتنطلق يوم الجمعة. أولى المباريات مؤجلة ما بين دهوك ونفط ميسان. النفط عند 8:30 يواجه القاسم على ملعب الساحر أحمد راضي، وأربيل في نفس التوقيت يواجه الميناء على ملعب فرانسوا حريري. يوم السبت الكرخ سيضيف على ملعبه زاخو، والكهرباء سيضيف في نفس التوقيت على ملعب الزوراء ديالى. النجف على ملعبه سيضيف الزوراء عند 10:30. أما يوم الأحد القادم نوروز على ملعبه سيضيف عند 3 القوة الجوية. نفط البصرة سيضيف على ملعبه الفيحاء الطلبة، وبينية الكرة وطالت. ثم الحدود على ملعب الساحر أحمد راضي سيضيف القرمة، والشرطة سيضيف كربلاء على ملعب الشعب عند 10:30. هذه مباريات الجولة القادمة، الجولة 23. كرة مرت، محاولة محمد سعد، المنتصر، وسهلة إلى حارس المرمى مجتبى. سريعة الكرة إلى حسام مالك. كرة عادت على مستوى المواجهات ما بين الفريقين. في لقاء الذهاب الموسم الحالي فاز كربلاء على نفط البصرة بهدفين مقابل هدف واحد. التقى الفريقان في 21 مباراة سابقة، 4 لنفط البصرة، 15 لكربلاء، و12 مباراة بالتعادل. 31 مواجهة سابقة ما بين الفريقين. نفط البصرة سجل 25 هدف، و36 هدف سجلت بأقدام لاعبي كربلاء. الموسم الماضي 2-2 ذهابا، 0-1 إيابا لنادي كربلاء. هذا الموسم 1-2 لكربلاء، زيكي لنفط البصرة، أوس محمد، عبد القادر طارق لفريق نادي كربلاء. أكبر فوز ما بين الفريقين 3-1 مرة لنفط البصرة 2008-2009، ولكربلاء 2010-2011. و5 مرات التعادل السلبي يحصل ما بين الفريقين في 31 مواجهة سابقة. عبد العزيز عمار حارس المرمى سيطر على الكرة،
نلعب بالدقيقة 57 من عمر المواجهة، تعادل قائم بدون أهداف. كرة بالمنتصف، حسن حمزة، محمد سعد، خطأ لمصلحة نادي كربلاء. لحد الآن حكم اللقاء السيد حيدر عدوان يقود المباراة بنجاح، تمركز سليم أمام كل الحالات. وهذا نص المنتصر بالله فؤاد يتعرض إلى عرقلة، ركلة حرة الآن، خطأ لمصلحة نادي كربلاء. عادت الكرة تلعب من قاسم عبد الزهراء، عبد القادر، عبد الله حسون، تد الكرة حسين فلاح، حسين أقرب للكرة. عادت الكرة من جديد، حسن داخل، مرت إلى الجانب، حسام، أورو، مصطفى عبد الجليل، وبرافو تنقطع من المدافع محمد سعد. المنتصر مرة أخرى، المنتصر، مرت الكرة لأحمد عبد الوجيه، أحمد محمد الوجيه، أحمد، حسن حمزة، مصطفى، المنتصر، حسن، وقصيرة ومقطوعة إلى أونوزا، علي خليل، حسن داخل، اسماعيل أورو، أورو هجمة عكسية، كرة طالت إلى ركلة مرمى لمصلحة نادي كربلاء. اسماعيل أورو يبحث عن خطأ ويبدو هناك تغيير. شوف اللاعب اللي راح يدخل، حسين طالب راح يدخل، وعبد الله حسون يترك الملعب. حسين طالب هدف في شباك دياله، ويخرج عبد الله حسون. هذا أول تغيير لكربلاء. كرة من اللاعب أوتارا، أحمد الوجيه، أوتارا من جديد، طويلة الكرة ملعوبة بالرأس، مقطوعة من كرار، عادت إلى أحمد الوجيه، سريعة عبد القادر إلى حسين، وكرة شتتها توري إلى الخارج، ورأيه وصفارة وتسلل. ركلة حرة غير مباشرة لمصلحة نادي نفط البصرة. كرة لعبت من جديد إلى مصطفى عبد الجليل، حسام مالك، أونوجا، حسام، حسين فلاح، حسين، نقل كرات واضح، الأداء محصور في وسط الملعب من كلا الفريقين. لم تشهد دقائق الماضية من الشوط الثاني أي كرة خطيرة على المرميين. عادت الكرة إلى حسام، حسام يلعب كرة بينية، طالت هربت، أقرب إلى حسين فلاح، علي خليل يستحوذ على الكرة، يلعبها عرضية، اسماعيل أورو، مرت الكرة تبعد من حسن حمزة، تمر إلى المنتصر يلعبها كرة طويلة إلى حسين طالب، تعود إلى عبد القادر، طالت على عبد القادر، حسين يلعبها إلى كرار إلى حسين فلاح. كرة بأقدام لاعبي نفط البصرة، تعود الكرة من جديد إلى اسماعيل أورو، اسماعيل أورو يحاول يلعب كرة بينية خطيرة 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 خطيرة، جول! الله! ضاعت على صادق زامل، ضاعت على صادق زامل. برافو عبد العزيز عمار، برافو عبد العزيز عمار، أنقذ المرمى من كرة خطيرة ومن إصابة أكيدة. خروج حاسم وفرصة أضاعها صادق زامل، كرة على طبق من ذهب من بين المدافعين، توغل ولعبها، ولكن خروج حاسم غلق المرمى بوجه اللاعب صادق زامل وأنقذ مرمى كربلاء من إصابة أكيدة. برافو عبد العزيز عمار. شوفوا الكرة المرة السابقة كان التسلل مع انطلاق الكرة الأولى. حارس المرمى اللاعب الوحيد الذي لا يمكن خروجه للعلاج، الكرة ارتطمت بجسمه، بالسلامة لعبد العزيز عمار. هذه أول فرصة في شوط المباراة الثاني
أداء محصور من الفريقين في وسط الملعب. توجيهات مستمرة من الشاطر حسن. طبعا الشاطر أيضا مستاء من عدم الدعم، وبالتالي يعني يفكر بدعم اللاعبين، وإذا ما استمر الحال قد يدفع بحسن أحمد لاتخاذ قرار آخر. شوف الفرصة، شوف 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 شوف, شوف. كرة حلوة جميلة رائعة، يعني هذا الاسيست الرائع من اسماعيل اورو، والاروع اختراق 3 لاعبين من قبل صادق زامل، لكن يمينية خروج حاسم من عبد العزيز عمار انقذ المرمى من كرة ومن اصابة اكيد. اخطر الكرات في شوط المباراة الثاني، كرة اللعب من جديد، حسام يلعبها، كرار جمعة يستقبلها، تعود الكرة من اونوجا مرة اخرى الى كرار جمعة، كرار يعيد الكرة الى توري حميد، الى مصطفى عبد الجليل، مصطفى عبد الجليل وسط الملعب يهيئ الكرة من جديد الى حسن داخل الى حسين فلاح، مرت الكرة الى كرار، حسن داخل، مصطفى عبد الجليل من الجهة البعيدة، طويلة الكرة، صادق، وخطأ وركلة حرة لمصلحة نادي كربلاء. خطأ وركلة حرة لمصلحة نادي كربلاء. المنتصر اليوم يقدم أداء جيد مميز في وسط الملعب، اليوم زج بيه مباشرة أساسي بدلا من كريم بن عريف. غياب أوس محمد بسبب البطاقة الحمراء في لقاء الزوراء، قدم عرض جيد ب10 لاعبين صمد وخرج بنتيجة رغم الهزيمة، لكن أعدت نتيجة جيدة إيجابية لفريق كربلاء أمام فريق كبير عريق مثل الزوراء. ارتدت الكرة طويلة من الحارس، عالية، أوتارا تذهب إلى مصطفى راضي، تعود الكرة إلى كرار، تذهب إلى حسن داخل يعيدها إلى حسين فلاح، أونوجا وسط الملعب يتخلص من لاعب، يمرر الكرة إلى مصطفى عبد الجليل، تترك إلى حسام مالك يلعب كرة طويلة، أحمد الوجيه إلى حارس المرمى عبد العزيز عمار. كلا الفريقين بحاجة لنقاط المباراة، وكلاهما لا ينافس بالخروج فاقد لأي نقطة من المباراة، قد تكون النقطة أفضل من لا شيء. كرة اللعب الجولة القادمة، كلا الفريقين يواجه فريقين جماهيريين، نفط البصرة سيواجه الطلبة، وكربلاء في مباراة قد تكون صعبة أمام الشرطة. كرة مرت إلى حسين فلاح، تعود إلى حسن داخل، يسدد من بعيد برا الملعب إلى ركلة مرمى لفريق كربلاء. برا الملعب ركلة مرمى لفريق كربلاء. 65 دقيقة متبقي 25 دقيقة على نهاية المباراة بأكملها، والتعادل السلبي ما زال يلقي بالظلال على هذه المواجهة. ركلة مرمى تلعب الكرة من جديد، تقطع تبعد، حسام، صادق زامل، حسام حاول يمر، ضاغط عليه محمد سعد، كرة مرت، عبد القادر علما بالخطأ، حسن داخل، حسين فلاح، حسين يمر، حسين، علي خليل، حسن داخل، كرار. هذه الحالة اللي حدثت قبل قليل. حسام مالك، حسن داخل، كرار، حسن. شوف معظم هجمات فريق نفط البصرة تعتمد على الكرات من العمق خلف المدافعين. مصطفى عبد الجليل راي صفار، تسلل، ركلة حرة غير مباشرة لفريق كربلاء، ركلة حرة غير مباشرة لفريق كربلاء. تغيير الآن،
زيكي بدلا من علي خليل، زيكي بدلا من علي خليل. أرستوتي زيكي اللي سجل في شباك كربلاء في لقاء الذهاب يدخل الآن التغيير الأول في تشكيلة فريق نفط البصرة. خروج علي خليل ودخول أرستوت زيكي. ركلة حرة غير مباشرة لنادي كربلاء. عبد العزيز عمار، عالية الكرة مقطوعة. شوف كلا المهاجمين اللي موجودين في فريق كربلاء قصار القامة، يعني الكرات العالية ما تجدي نفع. يعني دخل حسين، ربما حسين طالب أطول من عبد القادر. عرضية الكرة ملعوبة بالرأس، طالت الكرة على المنتصر، تبعد من مصطفى عبد الجليل. حسام يسيطر على الكرة، هذا حجز واضح والحكم يشير إلى خطأ لمصلحة نفط البصرة. ركلة حرة لفريق نفط البصرة. حسام، حجز من قاسم عبد الزهرة. ركلة حرة لنفط البصرة. أونوجا، سيم فلاح، أونوجا مرة أخرى، زيكي، أونوجا، حسن داخل، كرار جمعة إلى توري حميد، مصطفى عبد الجليل، مصطفى، حسام مالك، هاتوا خذ إلى مصطفى. مصطفى ينطلق، ضاغط عليه محمد سعد، عرضية ملعوبة، طالت الكرة أقرب إلى حسين طالب. حسين يستحوذ على الكرة وخطأ لمصلحة نادي كربلاء. خطأ لمصلحة نادي كربلاء. هذا زيكي يرتكب خطأ وحسين طالب. ركلة حرة لنادي كربلاء. مرت الكرة إلى رمية جانبية حسين فلاح، كرار جمعة، أونوجا وسط الملعب، مشتاق طالب وكريم بن عريف في طريقهم للدخول، ربما بدلا من عبد القادر طارق وبدلا من نور المصطفى. خطأ الآن وتغييرين لفريق كربلاء. هذا مصطفى راضي اليوم لم يقدم كما اعتدنا أن نشوفه بمستوى جيد مثل ما توقعت. عبد القادر طارق بدلا من مشتاق. وشوف اللاعب الآخر اللي راح يترك الملعب مثل ما توقعت أيضا نور المصطفى غانم. نور المصطفى وعبد القادر طارق يغادران الملعب ويدخل كريم بن عريف واللاعب مشتاق طالب. تغييرين هجوميين، ولاعب وسط بمهاجم وخروج لاعب وسط ومهاجم. كرة مرت طويلة ملعوبة، نور المصطفى خرج وأيضا خرج عبد القادر. عادت الكرة لعبد العزيز عمار. تمر الكرة إلى أحمد الوجيه. أوتارا، طويلة من أوتارا. أحمد الوجيه، حسن حمزة، محمد سعد من الجهة البعيدة. عالية الكرة عرضية، حسين طالب برا الملعب إلى ركلة مرمى لنفط البصرة. ركلة مرمى لنفط البصرة. طالت الكرة، محمد سعد، كريم بن عريف، محمد سعد، عبد العزيز، حسن داخل،
حسين فلاح من الجهة القريبة، عادت الكرة كرار جمعة، زيكي، حسين فلاح، اونوجا، حسن داخل، مصطفى عبد الجليل من الجهة البعيدة، صادق، مصطفى، صادق مرة أخرى، حسن داخل، يسدد من بعيد إلى ركلة مرمى لنادي كربلاء. كان بإمكانه أن يحول يبني هجمة، لكن ارتأى أن يسدد. قريب كان أونوجا. ركلة مرمى لمصلحة نادي كربلاء، الوقت يمر والتعادل السلبي يستمر، وحسن داخل يعتذر عن الكرة الطايشة. مرة أخرى الكرة ملعوبة، طبعا دورين جرن بالمرحلة الثانية، صدر الترتيب ب6 نقاط، فوزين نفط ميسان، ثم يليه نوروز، القاسم، زاخو، أربيل، الزوراء ب4 نقاط بفوز وتعادل، بينما كربلاء بالمركز الأخير بلا نقاط، مع دهوك أيضا بلا نقاط، مباراة واحدة انتهت بالتعادل بالخسارة لدهوك أول المباراة، وعنده مباراة مؤجلة بلا نقاط دهوك وكربلاء في المرحلة الثانية. كرة من جديد، كريم بن عريف، حسن حمزة، تنقطع الكرة من كرار، حسن داخل، صادق زامل، مصطفى مالك، حسام مالك، مرة أخرى حسن داخل، تنقطع الكرة من أمام حسام، كريم بن عريف، أونوجا، حسام، أونوجا يمر، يلعب كرة إلى أورو، وتبعد من الدفاع، تذهب إلى حسن، محمد سعد، كريم بن عريف، حسن حمزة، محمد سعد من الجهة البعيدة. 75 دقيقة من عمر المباراة، ربع ساعة تفصلنا على النهاية. حسن حمزة، مصطفى راضي، أوتارا، مصطفى من جديد، حسن، مصطفى راضي، أوتارا، عادت الكرة من جديد، حسن. هذه الحالة كانوا يبحثون عن ركلة جزاء من خلالها، كرة خطيرة، ومرة أخرى خطرة مقطوعة من الدفاع، مرت الكرة إلى صادق زامل، وخطأ وركلة حرة لفريق نفط البصره. خطأ وركلة حرة لفريق نفط البصره. انذار للحارس مجتبى محمد. انذار للحارس مجتبى محمد. مجتبى عنده 3 بطاقات امام النجف ودهوك وزاخو، واليوم امام كربلاء هذه البطاقة الرابعة، مهدد بالحرمان في اللقاء القادم امام نادي الطلبة إذا ما حصل على بطاقة. 4 بطاقات عنده الآن. بالسلامة الآن. شوف الروح الرياضية العالية، لاعبي نادي نفط البصرة يعالجون، يقومون بالواجب للاعب نادي كربلاء. إذن 3 تغييرات
بخروج عبد الله حسون ونور المصطفى غانم وعبد القادر طارق، ودخول حسين طالب، كريم بن عريف، وايضا مشتاق طالب. هذا هو مجتبى اللي حصل على البطاقه الصفراء الرابعه في المباراه بعد اونوجا وعبد القادر طارق واسماعيل اورو ومجتبى محمد، 3 بطاقات. تغييرين. حسام يترك الملعب. عياد عبد فرحان يدخل، وخروج حسن داخل. وايضا دخول محمود احمد. محمود احمد المدافع يدخل، وايضا عياد عبد فرحان. كرة تلعب، توري، كرار، اونوجو الى حسين فلاح. محمود احمد، هذا زيكي، اياد عبد فرحان، كرار، توري، محمود احمد، اونوجا، واياد الى خارج الملعب الى ركله مرمى لنادي كربلاء. ركله مرمى لنادي كربلاء. هذا اياد عبد العباس، طرد مرتين هذا الموسم، و ركلة مرمى للكربلاء. عبد العزيز عمار على التنفيذ. عالية الكرة، خلفية تبعد من صادق، كرة مشتركة تبعد إلى أورو لا زيكي تنقطع من حسين طالب، مصطفى راضي، حسن حمزة، كريم بن عريف، كريم مقطوع الكرة من جديد، أورو يستحوذ على الكرة، ضاغط عليه حسن، تمر الكرة إلى الجانب وطالت من أمام محمود أحمد إلى رمية جانبية. محمود اعتدنا نشوفه ظهير أيمن، اليوم دفع به كلاعب وسط من جهة الشمال. عادت الكرة إلى كرار إلى حسين فلاح يحمل شارة القيادة بخروج حسام مالك، بالرأس مقطوعة من محمد سعد، رمية جانبية لمصلحة نادي نفط البصرة. 80 دقيقة 10 دقائق ونصف الدقيقة تفصلنا على النهاية. كرة مقطوعة يبعتها قاسم عبد الزهرة، محمد سعد شتت كرة طويلة، حسين طالب بالرأس، عادت اونوجا، اوتارا، مرت الكرة إلى كريم يلعب الكرة إلى أحمد الوجيه، أحمد، حسين طالب، مشتاق، عادت الكرة لمحمد سعد، محمد سعد يمر يلعب الكرة بالرأس مقطوعة، تمر إلى زيكي يتوغل، يتعدى لاعب والثاني، يا سلام، يمر زيكي، ويبدو الحكم اشار الى وجود خطا لمصلحه كربلاء، خطا لمصلحه نادي كربلاء. هذا هو اللاعب حسن حمزه يؤدي واجب رائع مع نور المصطفى في شوط المباراه الاول والثاني. زيكي يرتكب خطا، عرقله واضحه، ركله حره لفريق كربلاء. كريم، حسن، سريع الكرة أقرب لحسين فلاح، شتتها إلى خارج الملعب، رمية جانبية لفريق نادي كربلاء.
أحمد الوجيه، مشتاق، كرة تنقطع، أونوجا، حسين فلاح، طويلة الكرة بالرأس أوتارا، وتعود إلى حارس المرمى عبد العزيز عمار. إذا استمرت النتيجة على حالها يبقى الفريقان بمركزيهما 17 و18. أو مؤقتا، يعني مؤقتا نفط البصرة بهذه النقطة يقفز بدلا من الميناء إلى المركز 16، ويبقى كربلاء بمركز 18. عالية الكرة بالرأس، محمود أحمد، محمد سعد إلى خارج الملعب، مصطفى عبد الجليل، صادق، أونوجا، مصطفى، محمود، مصطفى عبد الجليل، صادق، كرار، حسين فلاح، طويلة من حسين بالراس من محمد سعد إلى خارج ملعب رمية جانبية لنفط البصرة، محمود، توري، أونوجا، طويلة الكرة خاطرة وأقرب إلى الحارس عبد العزيز عمار. 7 دقائق تفصلنا على النهاية والتعادل السلبي قائم. خمس مرات مواجهات الفريقين انتهت بتعادل سلبي من أصل 31 مواجهة. أونوجا، حسين فلاح، أورو، زيكي، أياد عبد، محمود أحمد، محمود، صادق، محمود، أونوجا، زيكي، زيكي يتخلص من لاعب خطيرة وسهلة للحارس عبد العزيز عمار. حكم يشير إلى وجود خطأ لمصلحة نادي كربلاء، خطأ ضد اللاعب أونوجا زيكي. نهب أحمد الوجيه بالسلامة إن شاء الله. 5 دقائق بالتمام تفصلنا على النهاية باستثناء الوقت المحتسب بدل ضايع. عبد العزيز عمار، المباراة مرت بسلام، لم تلجأ إلى الفار ولا للتوقفات. بالرأس حسين فلاح، خطأ لمصلحة نادي نفط البصرة. كرار جعفر، مصطفى راضي، تنقطع حسين فلاح، مجتبى، حسين فلاح من جديد، كرار جعفر أو كرار جمعة، كرار اللاعب الشاب المميز لاعب منتخبنا الشبابي كرار جعفر على الدكة. عادت الكرة إلى توري، أونوجا، صادق زامل، كرار جمعة، مصطفى عبد الجليل،
توري اونوجا وسط الملعب، محمود احمد، صادق زامل، وكرة تبعد، كرار جمعة، توري، اونوجا، زيكي، صادق، ترتد، كرة إلى مصطفى راضي، مشتاق، علما بالخطأ تنقطع الكرة، محمود أحمد، زيكي، اونوجا، اسماعيل اورو، محمود، مصطفى عبد الجليل، يهيئ كرة لنفسه مرة أخرى إلى إسماعيل، ومحمد سعد أبعدها إلى رمية جانبية لمصلحة نادي نفط البصرة. كرة مقطوعة على خارج ملعب، رمية جانبية من جديد لنفط البصرة. عادت الكرة، اونوجا وسط الملعب، سين فلاح، سين، وكرة عالية إلى ركلة مرمى لمصلحة كربلاء. عبد العزيز عمار، كرة طويلة عالية، مصطفى عبد الجليل، اونوجا، اياد عبد فرحان، محمود احمد، مصطفى عبد الجليل، اونوجا بالمنتصف، زيكي، اياد خطأ لمصلحة نادي نفط البصرة. اياد من جديد، وكرة من كريم الى مصطفى راضي، وهذا خطأ وركلة حرة لفريق نادي كربلاء. ركلة حرة لفريق كربلاء. حسن، عرقلة واضحة من حسين فلاح لمصطفى راضي، شوف بالإعادة، سحب واضح، كرة مقطوعة، اونوجا يلعب الكرة لمصطفى عبد الجليل، آخر اللحظات 90 دقيقة في طريقها للخلاص. كرة مرت إلى أياد عبد فرحان، انتهت 90 دقيقة الآن. زيكي، محمود، اياد، وتشتت من محمد سعد. انتهت 90 دقيقة، نلعب ب4 دقائق محتسبة بدل ضايع. حسين فلاح مرة أخرى، ويبدو لمسة يد وركلة حرة لفريق كربلاء. 4 دقائق يحتسبها الحكم حيدر عدوان كوقت محتسب بدل ضايع. وهذا هو مصطفى راضي، هدف في شباك الزوراء. ركلة حرة الآن، هذا الدفع الثاني من حسين فلاح. يخرج مشتاق، يدخل مشتاق، يبدو مشتاق دخل قبل قليل. يوسف قاسم يدخل، يبدو مشتاق تعرض للإصابة، دخل في شوط المباراة الثاني، يبدو تعرض للإصابة وراح يخرج. يدخل بدلا عنه يوسف قاسم، تغيير الرابع، وانتهت 3 فترات. استبدل من خلال المدرب حسن أحمد 4 لاعبين. بإمكانه الآن أن يزيد بديل خامس بالفترة الأخيرة. لقطة جميلة لملعب الفيحاء اللي احتضن 18 مباراة.
إذا يدخل يوسف قاسم. كرة مقطوعة. حارس المرمى مجتبى. عالية مقطوعة من جديد. محمود. صادق زامل. اسماعيل اورو الى خارج من الملعب. الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل ضايع. نقطة أفضل من أن يفقد فريق نقطة، ولكن ضاع على الفريقين النقاط الثلاث. ومثل ما ذكرت مؤقتا بهذا التعادل يقفز نفط البصرة للمركز السادس عشر بدلا من الميناء ب 22 نقطة، ويبقى كربلاء بالمركز الثامن عشر ب 16 نقطة. وضع كربلاء ما زال مقلق، ونفط البصرة يعني يسعى للابتعاد عن مناطق الهبوط. المرحلة الثانية كل فريق يجب أن يبتعد عن هدر النقاط. آخر دقيقة من الوقت المحتسب بدل ضايع. آخر دقيقة من الوقت المحتسب بدل ضايع. مجتبى عالية الكرة. حسن حمزة. مصطفى راضي. اياد. سيم فلاح. طويلة بالرأس مقطوعة من اوتارا. حسن حمزة تنقطع، وخطأ لمصلحة كربلاء. خطأ لمصلحة نادي كربلاء. على كل شيء الاعتراض غير مبرر. الحكم هو صاحب القرار الأول. آخر اللحظات من عمر الوقت المحتسب بدل ضايع، وننتظر صافرة الحكم السيد حيدر عدوان لتعلن نهاية أحداث هذه المباراة بتعادل سلبي ما بين كربلاء ومضيفة نفط البصرة. على هذا الملعب نفط البصرة يستضيف طلبة، وعلى ملعب الشعب الشرطة يضيف كربلاء. بطاقة صفراء لصادق زامل. كرة مقطوعة إلى خارج الملعب، وصافرة حكم اللقاء السيد حيدر عدوان تعلن نهاية أحداث هذه المواجهة بتعادل سلبي ما بين نفط البصرة وكربلاء، التعادل السلبي السادس اللي تنتهي به لقاءات ومواجهات الفريقين. حظ أوفر للفريقين، ومثل ما ذكرت نفط البصرة يقفز للمركز السادس عشر ب 22 نقطة، ويبقى كربلاء بالمركز الثامن عشر برصيد 16 نقطة. شكرا لمتابعتكم، وإلى لقاء قادم آخر بإذن الله.